إن أهم عوائق التقارب الحقيقي والتعاون الفعلي على طريق التكامل والاتحاد المغاربي تتمثل بمشكلات السيادة الوطنية على بعض المناطق، وقد كانت هذه المشكلات من آثار المرحلة الاستعمارية، فقد ورثت البلدان المغاربية حدودا متفجرة بفعل التقسيم الاستعماري. كانت فرنسا تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها، لذا راحت تقدم من الأراضي التونسية والمغربية لضمها إليها، أي إلى التراب الجزائري، وتركت المناطق الصحراوية مجرد مراع لسكان البلدين من غير تحديد تبعيتها لأي سلطة، مع أن هؤلاء السكان يدينون بالولاء لسلطان المغرب. الجزائر حددت حدودها في العهد العثماني، تحققت وحدة الترابية الجزائرية والخريطة الجزائرية اللي ورثناها. الفرنسيون جاءوا فوجدوا الخريطة كاملة مع المغرب، لم يأخذوا شيء من المغرب أو من تونس. لأن الجزائر التي احتلتها فرنسا في 1830 لم تكن مساحتها تزيد على حوالي 300 ألف كيلومتر مربع، هذا معروف تاريخيا. كانت فرنسا قد أبرمت اتفاقية اللامغنية حول الحدود مع المغرب بتاريخ 18 من مارس آذار عام 1845، وتضمنت 7 نقاط رئيسية ويمكن تلخيصها على الشكل التالي: ستبقى الحدود كما هي وكما كانت سابقا بين المغرب وتركيا بدون تعديل، ولا يمكن لأي دولة أن تقوم بأعمال إنشائية على الهوامش الحدودية، كما لن يكون هناك أي تحديد لهذه الحدود بالحجارة. قام المفوضان بترسيم الحدود بواسطة الأماكن التي تعبر من خلالها، كما لو أنها خط مرسوم عبر الجبال والوديان حتى الصحراء جنوبا والمتوسط شمالا، فكل ما هو جهة الشرق تابع لفرنسا، وما هو من جهة الغرب تابع للمغرب.